بتهز الشجر والحجر، وحنانها بيصحي الحياة في النبات. حبيبتي بتعلمنا حب الحياة، من حبي فيها حياتي شمس وربيع، والحب في الدنيا دي طوق النجاة. لولا يضيع قلبي المحب الوديع. يا حلوة يا بلدنا سلسبيل، بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق. لو الزمن ميت ما يرهمنا ايه، شوقنا في قلوبنا تصحي شمس الشروق. يا حلوة يا بلدنا سلسبيل، بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق. لو الزمن ميت ما يرهمنا ليه، شوقنا في قلوبنا تصحي شمس الشروق. الحلوة قلب كبير يضم الوداد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. على مدى آلاف السنين تنوعت العادات والتقاليد والحرف والفنون لهذا الشعب العظيم الذي عاش على هذه الأرض. أنتج كما هائلا من الفنون عبر عصور مختلفة، بداية من عصر ما قبل الأسرات، وصولا للفن المصري القديم، ثم الفن القبطي، ثم الفن الإسلامي، ثم الحديث والمعاصر. عبر هذه الأجيال المختلفة ظهر كم هائل من الفن وكم هائل من الفنانين التشكيليين. تداعيات من التراث المصري هو عنوان معرض كبير يقام في نهاية هذا الشهر يناير الجاري، ويتم فيه تكريم نخبة من جيل الرواد في الفن المصري. يأتي على رأسهم الدكتور محمد صبري، الدكتور السيد القماش، الدكتور رأفت نعوم، الدكتور رضا عبد الرحمن، الدكتور عبد الفتاح البدري، والفنان الدكتور عبد الرحمن عبدو. عمل على إقامة هذا المعرض جماعة لقطة المصرية. هي جماعة مصرية ناشئة ظهرت بعد الثورة المصرية، تهدف من أهداف عديدة إلى تقديم هذا التنوع التراثي الفني المصري للمتلقي وللمواطن العادي. معنا في هذا اللقاء أمين عادل، مؤسس جماعة اللقطة المصرية. أهلا بك أمين. أهلا وسهلا بحضرتك. أمين، يعني في البداية خلينا نسأل عن الهدف من وراء إقامة الجماعة ثم إقامة المعرض. الهدف، بس قبل ما اتكلم في فكره الهدف من اقامه الجماعه، بس تصحيحا، هي جماعه اللقطه المصريه لم تنشا بعد احداث الثوره، بل انها نشات من داخل رحم الثوره المصريه. لانها الفكره كلها كان تاسيس او تاثير الثوره فينا كشباب عموما، في تواجدنا وسط ميدان التحرير وطول المده ال 18 يوم. كان الموضوع طويل قوي علينا، فقررنا ان احنا كل واحد يعبر باسلوبه بقى طالما في 18 يوم. في الاخر يعني هي لم تبتدي. في البدايه كنا بنعبر عن اللي احنا عايزينه، بس زي الناس عادي نازلين كمشاركين عاديين جدا. في النهايه اجتمعنا وبدانا كلنا بقى نعبر من خلال مجموعه من الجداريات واللوحات تم عرضها قبل كده في المهرجان الاول. الحمد لله كان ناجح جدا لجماعه اللقطه، اللي هو مهرجان اللقطه المصريه. الهدف من ان احنا انشاء جماعه اللقطه المصريه هي فكره انعدام التبعيه، او زي ما بيقولوا ان هو فن كان الفتره اللي فاتت كان موجه الى حد ما، لان سياسات وزير الثقافه السابق كانت بتحتم على الكثير يعني من الشباب، وان هم ما يقدروش. السابق ولا الاسبق؟ الاسبق او المفروض، لا هو كبير فاروق يعني. حسني. طبعا فاروق حسني. لا هو طبعا دكتور عماد ابو غازي من ضمن الناس اللي فعلا ساعدنا جدا بتشريفه في افتتاح مهرجان، في حفل تكريم مهرجان اللقطه المصريه الاول. هو من الشخصيات فعلا اللي بنحترمها جدا، وشخصيه مثقفه جدا. انما ايام دكتور فاروق حسني الوزير السابق، المفروض انه يعني ما كانش فيه فنان من حقه يقول اللي هو عايزه بإرادته او زي ما هو عايز، او حتى لما بيحب يعبر
مش في الاتجاه الخاص بيهم بيخرج عن الاطار ده ايا كان مستواه الفني يعني. فقررنا ان احنا كمجموعه من الشباب ان احنا حابين بقى نغير الفكر ده ونحاول ان احنا ناخد فرصتنا بشكل حقيقي، وبدانا نتعامل مع الموضوع بشكل حر. طبعا ما فيش تمويل من اي شخص ما. المهرجانات عموما بتقام بجهود ذاتيه مننا احنا كشباب بالتعاون ما بيننا وبين بعض، لها يعني اشبه ما يكون ان احنا مثلا حابين نجيب حاجه فبنجمع من بعض وبنعمل حاجه اللي احنا عايزينها، حاجه شبه كده يعني. فبدانا نعمل ده والحمد لله المهرجان الاول كان ناجح جدا، كان بيضم اكتر من 150 فنان. كان في استضافتهم 5 ضيوف شرف و45 دكتور من اكتر من كليه مختلفه من مصر. الموضوع ما كانش مقتصر بس على القاهره، وزي ما برضو المعرض القادم يعني مش مقتصر بس على فنانين قاهريين، لا بالعكس ده وصلنا لاسوان ودمياط والفيوم، من اكتر من مكان يعني في فنانين كتير جدا. فبنحاول دايما ان احنا يعني بنفكر ان احنا حابين كل واحد فينا ياخد حقه. كل فنان بجد يقدر يعبر عن شغله بشكل حقيقي، ما يبقاش في فكره القيود انها لا انت عشان مش بتحقق لي سياستي اللي انا عايزها لا خلاص يبقى مش تبقى موجود. لا، كل من يستحق فن انه يعرض والناس تشوفه بنسعى ان احنا نعمل ده. نعم طبعا في البدايه بتبقى المواضيع صعبه شويه وشاقه علينا، بس الحمد لله كل مدى النجاح بيزيد وبنبقى فرحانين جدا من رد فعل الفنانين اللي بيشاركوا معانا. وطبعا زي ما حضرتك قلت المره دي اكبر دليل واثبات على نجاح المعرض القادم لجامعه اللغات المصريه هو وجود نخبه وجيل من جيل الرواد اللي فعلا يعني بيساعدنا كاعضاء شباب جامعه اللغات المصريه ان هم يكونوا موجودين معانا. امثال الدكتور محمد صبري، وهو يعتبر ان هو اكبر الفنانين سنا المتواجدين لان هو مواليد 1917. وتم تكريمه في اسبانيا بجائزه فارس عن استحقاق، لان هو يعتبر رائد فن البستل في مصر. فشخصيه مرموقه جدا ومعروفه، يعني شخصيه قويه ليها كيان ومعروفه جدا. 95 سنه، ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. طيب المهرجان الاول هل كان معني بابداعات لها علاقه بالثوره المصريه ولا كانت الموضوعات متنوعه؟ لا، هو بالفعل المهرجان الاول كان ليه علاقه بمصر بشكل عام، ما كانش فيه اطار محدد. ما حبيناش ان احنا لان فكره وضع قوانين على مجموعه فنانين وخاصه في الفتره دي كان صعب ان انت تقدر تحكم ارادات الناس ان هي تقدر تعبر عن ده. فكان الفكره كلها بالنسبه لنا ان احنا كان الموضوع اطار مفتوح للتعبير عن لقطه مصريه. هو كان عنوان المهرجان الاول كان لقطه مصريه بكل اسلوب خاص بيك كفنان. كل واحد يقدر يعبر عن لقطه مصريه باسلوبه، سواء بقى كان فوتوغرافر او نحاتين او فنانين تشكيليين. فكان في النهايه الموضوع وصل لان كل واحد عبر عن ده باسلوبه وبطريقته. والحمد لله المعرض كان ناجح جدا وكلنا كنا مبسوطين، وسعدنا جدا باستضافه الدكتور عماد ابو غازي في حفل التكريم وافتتاح دكتور رضا عبد الرحمن اللي هو حاليا ضيف شرف معرض اللقطه المصريه. كان هو اول من افتتح، يعني كان افتتح معرض المهرجان الاول اللقطه المصريه في قصر الامير طاز. والحمد لله يعني كان معرض ناجح ومصرين ان احنا ان شاء الله نستمر، لان اهداف الجماعه مش بس مقتصره على اقامه المعارض. جماعه فيها اهداف كتير، منها الجانب الاجتماعي والمشاركه الاجتماعيه في زيارات لاماكن خيريه وحاجات شبه كده يعني. والجانب الثقافي في فكره اعاده احياء موروث ثقافي كبير جدا موجود عندنا. يعني بنتمنى ان احنا يكون موجود، لانه يعني نفسنا ان يبقى الجيل اللي موجود دلوقتي من سننا احنا عنده نفس الثقافه اللي موجوده عند الجيل الكبير جدا اللي احنا بنفخر ان هم فعلا مصريين، ان هم سواء كان دكتور عبد الرحمن البدري، عبد الفتاح البدري، او دكتور عبد الرحمن عبده، او دكتور رأفت نعوم، او دكتور محمد صبري، او دكتور رضا عبد الرحمن. يعني مجموعه فعلا يعني يمكن دول اللي قدرنا ان هم يكونوا موجودين معانا المره دي، لانه ما نقدرش ان المعرض يستوعب اكتر من كده من ضيوف الشرف، بحيث ان فكره التواصل ما بيننا كشباب وما بين الجيل ده هي طبعا لازم تبقى بنحاول نخلق دي، انه مش حابين نكون بس لوحدنا، لا حابين نستفيد منهم. وكمان اشبه ما يكون برساله شكر ليهم على تعب ومجهود سنين، لان عمر يعني علمهم ومجهودهم وتعبهم ان هم درسوا كتير فيستحقوا التقدير. طيب امين، يعني في الفتره الاخيره ابتدى الناس في مصر يناقشوا قضيه الهويه على نطاق واسع جدا. احنا اسلاميين ولا احنا عرب ولا احنا الاثنين؟ احنا مصريين ولا احنا فراعنه ولا احنا قبط؟ احنا قبط بالظبط. يعني هل اختيار هذا العنوان لهذا المعرض ليه علاقه
بالسؤال المطروح على كل الناس في مصر عن هو الهويه؟ هو فعلا الموضوع ليه علاقه بالهويه المصريه، اللي هي اصل التراث المصري بشتى انواعه، لان التراث المصري فيه كتير قوي. سواء كان بقى التراث المصري من اول اسوان لحد اسكندريه. في كل مكان في مصر فيه تراث وفيه شكل، لكل بيئه وكل مكان ليه شكل معبر جدا عنه. سواء شفت حتى اللهجه المصريه، الملامح المصريه في كل مكان في مصر ليها طابع خاص، ليها شكل. الملامح في اسوان غير الملامح في اسكندريه غير في القاهره. حتى العادات والطرق وحتى اللغه، يعني كون انت تتعامل ما بين وتجمع كل الناس دي في مكان واحد، الموضوع بيبقى حلو جدا. لانه من ضمن اجمل حاجات الفنان المصري ان هو يقدر يتكلم عن التراث بسهوله، يقدر يعبر عنه. وشفنا ان هو اقتصرنا المعرض، يعني اقتصر على الفنانين المصريين، لانه ما عنديش اعتقاد يعني بالنسبه لنا كشباب، يعني شايفين انه ما فيش حد يقدر يتكلم عن تراث بلدي اكتر مني. صحيح. فاحنا حابين انه بدانا نحس ان التراث المصري بدا يغيب شويه عننا. زي ما حضرتك بتقول دلوقتي احنا بقى عندنا يعني ان احنا كل الناس محتارين، سواء بقى ما بين احنا اسلاميين او الفكره كلها لا، المصريين هم يعني هم كل دول. بس الفكره كلها ان احنا حابين فعلا نحدد مسار وما ننساش القديم، لان احنا لو نسينا كل اللي فات مش هيبقى لينا جديد يعني. صحيح. انا الحقيقه مش عارف مين اللي سمى المعرض تداعيات من التراث المصري، لكن مش شايفين ان ممكن تبقى تجليات افضل من فكره التداعي؟ هي التجليات هي فعلا هما في النهايه كان المفروض في اسمين او 3 اسماء، هما اللي انحصروا من اكتر من 150 اسم. يعني موضوع تسميه المعرض كان محتاج، بنحاول نوصل لاغلب ما يكون بان احنا نوصل لجمله، لان اختصار المعرض التشكيلي بالذات كنا انت تختصر في جمله بسيطه بتبقى صعب. كبيره جدا، بتبقى صعبه، وسعينا ان احنا حاولنا اكتر من مره يعني. انما انا كنت ايمان قطب اللي هي نائب رئيس الجماعه، قعدنا ناقشنا الموضوع ده كتير، وما بيننا وما بين شباب الاعضاء وما بيننا وما بين دكاترتنا الضيوف، حاولنا نوصل لاقرب ما يكون من اسم متقارب من الموضوع. فتجليات فعلا يعني من ضمن اكتر الحاجات، حاسس انك كنت موجود معانا فعلا، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا حاولنا نناقش فيها ده. بس فكره تداعيات ان هو كان اكتر ما يكون ان هو يعني شايفين ان احنا حابين اللي هو فكره محاكاه للروح او للنفس، ان انت بتتداعى من جواك تراثك، يعني بتحاول ان انت تخش جوه اعماق التراث المصري. يعني مش مجرد تداعي او شو، يعني اللي هو انها لا، مش تداعي اللي هو جامد داعي، لا، تداعي انها بعمل عمليه استرجاع لكل ما هو في الوراء من مفاهيم بقى ومعتقدات وموروث وقيم واشكال وملامح للتراث المصري. لان التراث المصري بدات ملامحه تتغير زمان. ايام الفراعنه كانوا بيلبسوا قطع قماش على الجلد. صحيح. قبل منها في الاول كانت الحياه البني ادمين كانوا بيحاولوا يداروا نفسهم باللبس اللي هو من قطع شجر او جلود او ما شابه. انما النهارده بعد بشويه بقينا بنلبس العبايات، بعد شويه اتغيرت العبايه، بقى في عمه وفي غطره وفي اشبه ما يعني الفتره العثمانيه وغيره وغيره وغيره. بعد كده رجعنا تاني، فجاه الحياه اتغيرت خالص، بقينا بنلبس بنطلون وقميص. يعني نعم كل ده ما غيرناش، يعني المهم الدواخل. يعني فاكر حد من دكاترتي كان قال لي انه فرقه الاوبرا المصريه كانت سافرت في احد الدول الاوروبيه في وقت من الاوقات، وعشان يسافروا في الدوله دي فعزفوا مقطوعه خاصه بيهم يعني. فهم يعني حد من الشخصيات الكبيره جدا قال لهم انا يعني ايه المشكله، يعني ما فيش فرق، الاوبرا عندنا بتاعتنا بتعمل احسن من انتوا عملتوه، احنا كنا عايزين نسمع حاجه بتاعتكم انتوا. يعني مع ذلك عشان نجح عمر خيرت ونجح فنانين كتير وموسيقيين كتير مصريين وخلاهم وصلوا لكل العلامه دي، هو الاحساس المصري، هو الشخصيه المصريه. بس اروح للسؤال الاخير. انت قلت في اجابتك على السؤال الاولاني ان كم الاعمال كبير جدا لكن لا يعرض الا ما يستحق ان يعرض، فعايز اسالك عن المعيار اللي انتوا بتختاروا بيه الاعمال التي تخضع للعرض ضمن اعمال هذا المعرض او المهرجان. لا، هو المعيار الفني لها فكره انها فن للفن، مش هيكون لاشخاص. يعني بمعنى ان احنا مش يعني فن الفن ولا الفن المجتمع؟ الفن سؤال قديم قوي ده. لا، فن للفن لها فكره انها مش عايزين نخلي يعني فكره موضوع فن المجتمع ان احنا ننزل نحاكي الناس، ده موجود بس بشكل تاني. انما فكره فن للفن انها مش عايزين اي مؤثرات خارجيه او اي شكل ياثر علينا بشكل خارجي ايا كان ايه هو. فحابين ان الموضوع الفني كل واحد يقدر يعبر عن نفسه باسلوبه، وهي مش لمسميات او لاسماء، لا، كل واحد يستحق ان هو شغله شكله يليق بان هو يتعرض، بيتم عرضه.
وان شاء الله يعني بالنجاح لينا كلنا، وبنتمنى ان احنا نتوفق. نتمنى اكتر انه جامعه الوطن المصريه يعني نستمر الحمد لله، يعني كل مره بتزيد نجاحاتنا والناس بتسعد بده، فاحنا ان شاء الله بنتمنى ان ده يحصل. واعتقد انك عايز تختم. هو الحقيقه الوقت خلص فعلا، لكن انا عايز اقول ان المعرض هيبقى يوم 30 يناير ان شاء الله. ان شاء الله افتتاحه يوم 30 يناير فين في بقى قاعه ابداع للفنون بالزمالك. ده الموضوع في القاهره داخل القاهره، وبعدين في الزمالك. هينتقل للعديد من المحافظات. لا، فكره الانتقال دي لسه ما فكرناش فيها، انما ان شاء الله يعني هو هيتم افتتاحه في قاعه ابداع الفنون في الزمالك. وكنا احنا رحلنا المعرض يوم 30 ده عشان مش عايزين اي حاجه تكون موجوده يوم 25، لان احنا لسه ما فيش احتفال، احنا لسه في مرحله الثوره ولسه لم ننتهي بعد. فان شاء الله يوم 25 زي ما احنا كنا موجودين ونشأت جامعه الوطن المصريه في الميدان، هتنزل الميدان، بس مش هتنزل بصيغه ان هي فنانين او ما شابه، لا احنا نازلين عشان احنا ثوار، لانه لسه يعني لسه فعلا يعني. يمكن امبارح حسيت كلمتين كده بصوت كنت حابب اقولهم، يعني اللي هو يعني بقول لمصر مبروك عليك ولادك أصلة ومتأصلين، في 25 يناير للميدان راجعين، مهما كان الثمن برضو مش خايفين، قبلنا ماتوا شهداء يا مصر بالملايين. ان شاء الله يعني يوم 25 عشان بس مش قادر افتكر الكلام، فان شاء الله يعني لا هنكون موجودين، لان احنا مش حابين اليوم ده فيش احتفالات، احنا لسه يعني لسه ما فيش حاجه اسمها احتفال. هنحتفل ان شاء الله لما البلد دي تبقى فعلا بشكل حقيقي هي مصر اللي كلنا بنتمناها، سواء كنا بقى فنانين او غيره او غيره. وان شاء الله يعني يسعدنا ان احنا ان شاء الله المعرض ينجح ونتقابل بعد المعرض ونتقابل بعد 25 يناير كمان. وهي فرصة الحقيقة لتجديد المطالب الثورية التي رفعت بدءا من 25 يناير وما بعدها: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ولم نحقق منها شيء حتى الآن. وبالتالي ربما نحتفل بعودة الوعي، بعودة المصريين إلى الشارع، لكن لا يمكن أن نحتفل بمنجز حقيقي على الأقل حتى الآن. عودة لمعرض الفن التشكيلي، عايزة أقول في النهاية أن الفن التشكيلي لعب دور كبير جدا في نهضة هذه الأمة، وكان معارضا في كثير من الأحوال. ونذكر هنا نموذج الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار، صاحب لوحة الجوع الشهيرة اللي اتسجن بسببها عهد الرئيس جمال عبد الناصر. أمين عادل، مؤسس جماعة لقطة، أشكرك شكرا جزيلا على التواجد معنا، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة من فكرة لبكرة. نلتقي غدا في نفس الموعد من 6 إلى 8. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.